لو حد قالك إن جنود صايمين هيهزموا أقوى تحصين عسكري في العالم، كنت هتضحك؟ لو كنت عايش سنة 1973 وسمعت إن خط بارليف مستحيل يتكسر، كنت هتصدق؟ تخيلوا إن العالم كله كان متأكد إن خط بارليف مستحيل يتكسر. الساعة 2 ظهرا 6 أكتوبر العالم كله اتفاجئ لأن مصر قررت تكسر المستحيل. جد هما بجد قالوا ان خط بارليف ده مستحيل يتكسر، ان مفيش حد في الدنيا يقدر يعديه؟ جدو، هو صحيح كانوا بيقولوا ان خط بارليف مستحيل يتكسر؟ يا زينة، كانوا بيقولوا كده فعلا، وكانوا فاكرين يا زينة إنه أقوى خط دفاع في العالم ومحدش يقدر يقرب منه، لكنهم ما كانوش يعرفوا إن المصريين لما بيقرروا المستحيل نفسه بيخاف منهم وبيتكسر. يعني أرضنا راحت يا جدو؟ بص يا زينة، الأرض ممكن تتاخد غصب، بس الكرامة والروح ما بيتهزموش أبدا. تعرفي يا زينة إن خط بارليف ده كان ساتر ترابي ضخم جدا، فوقيه حصون ومدافع ونقاط قوية، وقالوا للعالم كله مفيش جيش في الدنيا هيعدي من هنا. عشان نكمل الدرس يا أصحابنا، اضغطوا على الرابط أسفل الفيديو وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تعرفوا باقي المغامرات. بس الجيش المصري ما بيستسلمش. عشان كده يا زينة بدأت حرب الاستنزاف، سنين من التدريب الصعب والاستعداد وبناء الإرادة اللي ما بتنكسرش. في السر والهدوء، القيادة المصرية كانت بتخطط لكل تفصيلة، والرئيس السادات والقادة الأبطال رسموا خطة عبقرية تعتمد على المفاجأة والذكاء. خطة ذكية. نعم، وهذه صور الأبطال. وجات اللحظة الحاسمة 6 أكتوبر 10 رمضان، الساعة بقت 2 بالظبط، وفجأة يا زينة السما اتملت بأبطال القوات الجوية بقيادة محمد حسني مبارك. وخط بارليف الترابي حصل فيه ايه؟ هنا كانت العبقرية، استخدمنا مية القناة وبخراطيم المية العملاقة ضربت الساتر الترابي وبدأ ينهار كأنه قصر من رمل. وفي ساعات قليلة يا زينة الأسطورة وقعت. الجنود الصايمين بدأوا يعبروا القناة في قواربهم، الصوت كان بيهز القناة وبيرعب العدو. الله أكبر! الله أكبر! تحية! والمهندسين العسكريين بنوا الجسور في وقت قياسي، والدبابات بدأت تعدي للناحية التانية، والعلم المصري اترفع فوق سينا من تاني، والكل كان بيبكي من الفرحة. قضينا على أسطورة الجيش الذي لا يقهر واستعادة الكرامة قبل الأرض. دلوقتي فهمت ليه بنقول إنها معركة الهوية. تحيا مصر! تحيا مصر! كان القرار الأصعب، لكنه القرار الذي غير التاريخ. رئيس مصر في الوقت ده كان محمد أنور السادات، وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة. هو اللي اتخذ القرار الشجاع ببدء حرب أكتوبر لاستعادة الأرض والكرامة. والفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة، وقاد الجيش المصري في واحدة من أعظم المعارك في تاريخ مصر. الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب قوات مسلحة. سعد الدين الشاذلي وكان صاحب الدور الأكبر في وضع خطة العبور التي أذهلت العالم. اللواء محمد عبد الغني الجمسي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة كان مسؤولا عن إدارة العمليات العسكرية بدقة وتنظيم. قائد القوات البحرية اللواء فؤاد ذكري قائد القوات البحرية لحماية السواحل المصرية. اللواء محمد حسني مبارك قاد الضربة الجوية الأولى التي كانت بداية النصر. اللواء محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي كان مسؤولا عن حماية سماء مصر خلال المعركة. هؤلاء القادة ومعهم أبطال الجيش المصري كتبوا واحدة من أعظم صفحات التاريخ، نصر أكتوبر المجيد. ما تنسوش اللايك الجميل عشان نستمر، وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد مع ميس ندى.